يلا فلوج حرفيا اسوأ يوم في حياتي في كوريا. انا البوليس والمطافي وكله جه ان انا اتكسفت ان انا اوريكم الشباك بتاعي، فقلت اخش انضفه واحط وسط الفلوج. هنا بقى كانت الكارثة، انا هنا قفلت يا جماعة البلكونة من جوه، وهنا في حاجة في كوريا زي حاجة منع للسرقة، يعني ما ينفعش وانتي بره تفتحي الباب، لازم المفتاح يبقى من جوه. جماعة أنا كنت في اللحظة دي بجد من أسوأ اللحظات في حياتي، عشان أنا آدم كان في الشغل، وغير كده أنا الموبايل بره، هو البلكونة والموبايل التاني بره، فأنا فعلا ما كنتش عارفة أعمل إيه في اللحظة دي. فقعدت فترة بقى كده، وأول فكرة فكرت فيها إن أنا أكسر الإزاز. طلع الإزاز ضد الكسر، ما بيتكسرش. أنا فضلت البتاعة دي عاملة زي الطوبة، يعني أنا ما كنتش عارفة أشيلها بإيدين. مع الدفع ومع ده انا هقعد كتير اجرب فيه هيتشرخ شرخ كده، بس اكتشفت ان هو في ازاز تاني جوه، ده بقى اللي هو زي اللي هو ضد الرصاص اصلا تقريبا. فرحت لاخر حاجه المفروض اعملها، صوتت من البلكونه وقعدت اقول لو سمحتوا تعالوا ساعدوني تعالوا ساعدوني. وهنا بقى يا جماعه بجد دي بقى ممكن اتكلم عليها، ان دي ميزة أول مرة في حياتي أشوف الميزة دي في الشعب الكوري. أنا كمية ناس وقفت عشان تساعدني انتوا مش متخيلين. أنا كمية ناس من الجيران وناس كتير قعدوا بصوا حاربوا عشان يساعدوني، واللي نزل من بيته 6 و7 و8 مرات عشان يساعدني. وهنا الإزاز كان اتكسر، أول إزاز. أنا افتكرت إن كده خلاص، بس هيطلع فيه إزاز تاني جوه. المهم بقى هما اتصلوا جم وحاولوا يفتحوا الباسورد. انا كنت من كتر التوتر انا كنت بقول لهم الباسورد غلط، فاخيرا اتفقوا ان هما يتصلوا بالمطافي، وطبعا البوليس والناس دي اتصلوا بيه. صراحة ما فيش 5 دقايق لقيت الولد بينزل لي موبايله بحبل عشان يعني ما احسش اني لوحدي يعني. و دخلوا البيت وفتحوا لي الباب، بس انا عقبال ما فتحوا لي الباب يا جماعه انا عشت اسوأ تقريبا 3 ساعات ونص في حياتي. انا 3 ساعات ونص واقفه، وطبعا كنت نظفت البلكونه كل ميه من اولي لاخري. وبجد بجد بجد اي حد عايش في كوريا